داخیانی جبورا یا گشتی دنه چلاده ده همین سالوگره کمکوژیا پاریسه یا کوژن کرد این پیشنگ آرماج هاتن گرتن بکهات شهید سکینه جانسز فیدان دوغان و لیلا شیلمز ده پایتخت فرانسا ده که بدست کوژران اپراسیونیک سیاسی بکهات و هشکو وجدان به هزاران جگل کرد این هر چهار پرچین کردستان بهجه و نتنه کرد لبل چکسن آزادی خواست ده همو جهان ده اف کمکوژی سوجی مزن بکهات داکو به آستانگ و کلم لپیشیا دیالوگ لسر دوزا کردی لباکور کردستانه و پیکانین آشتیه بو برخدانه حوال سکینه و ری حوال نوه نتنه جبو جنه کرد بو لبله جبو همو جنه جهانی بو لمخابن حتی روژا ایرو اف دوز نهاتی آشکره کرن و کجر نهاتی درزاندن جهل دولت فرانسایی فا آرمانج گرتنه جنه پیشنگ آرمانج بنگهینه یا سیستما فاشیست و پاشورو او پاشورویه جبر وی چیزینک آزادی خواست لکو داری ببلا ببه خطریه که سرویس سیستمه لما دما ام وگرن دیرو که ام ببینن که بسدان جل هم بر سیستما بافک سالاری لبر خادانه و هاتنه کشتن جبو آزادی خان مینا روزا لوکسامبورگ کلارا زدکین خوشکین میرابال و دای گلناز جبر کو سیستما بافک سالاری دزانه کو هی زمان لهمبری آزادی جن و جواکه لواز به سیستم فاشیستی کو ترکیه پیشنگتی ویده که به کمکوژی 2013 هن بس نبو لبله گلک کمکوژی بسر جنان لسر جنن پیشنگ ده آنین وکه کمکوژی پاریسه یا دو دیان ده 23 چلای 2022 دیان ده لسر شهید اوینگوی و دو حوال نوی عبدالرحمن خزل و میر پرور و افکر یار تاکز دیکن کو دولت ترکیه فاشیست دخوازه دوزا کردی جنو فاروکاوی والا بکه دریا شکاندنه وینا جنا کرد ام ده پلاتفورما چالاکیه نه تفگر و ریخستنن جن لباکر و رجحلات سوریه وان شهیدان ببیرتینن هر وها کمکوزین کل سر جنان پیکتینن ام سر مزار دکن بنگوازی امش جباکه نفنتوی و دولت فرانسا را کو کوجرم پیشکشی دادگاهی بکه هر وها بنگوازی امش همو کسین آزادی خواز و ریخستنن مافی مروفان و تفگرن جن کو هفگرتنی بگل کرد و تکوشینا جنان لکو داری بکن آشتی جی گیان شهیدان را شرمزار کرن جدزمن گل و مرواهیه را پلاتفورما چالکین هفش این تفگر و ریخستن جن دباکر و رجحلات سوریه ده نه یکان 2023 شهید نامرن شهید نامرن شهید نامرن شهید نامرن جنجیان آزادی جنجیان آزادی جنجیان آزادي جنجيان آزادي بيان إلى الرأي العام. في 9 من كانون الثاني تمر الذكرى السنوية 10 لجريمة اغتيال المناضلات الكرديات ساكنة جانسز وفيدان دوغان وليلى شايلمز في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تمكنت أيادي الغدر من تنفيذ عملية اغتيال سياسية هزت وجدان ملايين الكرد في أجزاء كردستان الأربعة لإحباط وعرقلة الحوار من أجل حل القضية الكردية في شمال كردستان وإحلال السلام. إن نضال الرفيقة ساكنة ورفيقاتها لم يكن من أجل المرأة الكردية فحسب، وإنما من أجل جميع نساء العالم، وحتى الآن لم يتم توضيح معالم هذه المجزرة من قبل الدولة الفرنسية التي نفذت هذه الجريمة فيها، ولم يتم محاسبة الجناة على فعلتهم. إن استهداف المرأة الريادية هو الهدف الأساسي للأنظمة الفاشية والرجعية، فأينما وجدت امرأة تبحث عن الحرية فإنها تشكل خطرا كبيرا على هذه الأنظمة. لهذا عندما نعود بالتاريخ إلى الوراء نجد أن هناك المئات من النساء اللواتي يناضلن ضد النظام الأبوي من أجل الحرية أمثالهن روزا لوكسمبورغ، كلارا زيتكن، الأخوات ميرابل والأم جولناز، إذ تم تجريمهم وقتلهم. وأن النظام الأبوي والسلطة الحاكمة تعلم أن قواهم ستضعف في حال تحرر المرأة، لأنه بتحرر المرأة يتحرر المجتمع. إن الأنظمة الفاشية وعلى رأسها تركيا لم تكتفي بهذه المجزرة، وإنما استمرت بارتكاب الكثير من المجازر بحق النساء القياديات، مثل مجزرة باريس الثانية بتاريخ 23 كانون الأول عام 2022 بحق الرفيقة أفين جوي واثنين من رفاقها عبد الرحمن قزل ومير برور. وهذا ما يؤكد إصرارها إفراغ القضية الكردية من فحواها من خلال سلب هوية المرأة وكسر إرادتها. إننا في منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، إذ نستذكر هؤلاء الشهيدات فإننا ندين ونستنكر هذه المجازر التي ترتكب بحق
النساء، ونطالب المجتمع الدولي والدولة الفرنسية للعمل على كشف الجنات وتقديمهم للعدالة. كما ندعو أحرار العالم والمنظمات الحقوقية والحركات النسائية للتضامن مع الشعب الكردي ونضال النساء أينما كنا. المجد والسلام لأرواح الشهيدات والشهداء، الخزي والعار لأعداء الإنسانية والشعوب. منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال شرق سوريا 9/1/2023. نامرين شهيد نامرين شهيد نامرين شهيد نامرين جنجيان آزادي جنجيان آزادي جنجيان آزادي جنجيان آزادي